ده بقى شايفين الالوان، ميكس الوان كده خطير خطير خطير. وبصراحه ما تتخيلوش الريحه، القرفه هنا عامله ريحه حلوه قوي وسهله خالص، وتقريبا ما بتاخدش يعني 10 دقايق او ربع ساعه في العمايل، يعني كلها حاجات بسيطه، حاجه فوق العظمه بصراحه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجعنا تاني لفيديوهات المطبخ، بس المره دي بقى من كادر مختلف وزاويه مختلفه من التصوير. كان في اكله كده بحبها قوي في الجيش اسمها مكرونه سباكيتي بالفراخ، كنت بجيبها من محل كشري في 100 عقبه اسمه الجزيره. ففي الاول يعني كان ب 13 14 جنيه، بعد كده مع الوقت بدا يغلى فزعلت قوي. وبعد ما خلصت الجيش كنت مفتقدها قوي، فقلت ايه اما اجرب اعملها في البيت، والحمد لله ظبطت معايا. فانا قلت اجي اعملها معاكم النهارده وان شاء الله تبقى حلوه يعني. وطبعا اهم حاجه هنعملها بمكونات قليله خالص ورخيصه جدا في ظل غلاء الاسعار يعني اليومين دول. فانا عايز بقى الناس زمايلي في الجيش بمسي عليهم، والفيديو ده يعني خصوصا ليكم عشان تعملوا السباكيتي بالفراخ في البيت. تعالوا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني، وما تنساش تتابعنا على الانستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. يلا بينا نبدا. طيب بقى اول حاجه هنبدا بيها المقادير. معانا هنا بصله وبصله بصلتين، يعني بصل يعني متوسطين كده، حلو. ومعانا شويه فلفل كده احمر على اخضر، على المفروض يعني يكون في فلفل الوان بس ما لقيتش، يعني قلت ايه اقضيها باللي موجود في البيت عشان ما اكلفش نفسي كتير يعني. ومعانا حوالي نص كيلو طماطم، يعني حوالي 6 7 كده. ومعانا حوالي كده نص صدر فرخه، هو ده اغلى حاجه في الموضوع يعني. ومعانا شويه زبده صفراء وسمنه بلدي، وهنحط بقى عليهم شويه توابل كده. تعالوا بقى اول حاجه نعملها الصلصه عشان هي اللي بتاخد وقت في التسبيك. تعالوا بقى اول حاجه نجيبها الشفشه بتاع الخلاط، نقطع الطماطم ونعصرها. نبدا بقى ايه نقطع الطماطم كده واحده واحده، حوالي كده ايه 4/4 يعني عشان تمشي معانا في الخلاط. قطعنا بقى الطماطم كلها، نحط معاها قرن الفلفل دوت عشان يديها ايه شويه شطه كده. هنجيب بقى شويه ميه كده عشان تمشي معانا في الخلاط، يعني حوالي كوبايه كده. ناخد بقى الشفشه كده، معلش بقى عشان الصوت مش عارف هكتمه ولا لا، هعصرها واجيلها. طيب عصرنا بقى الطماطم ونحطها على جنب مؤقت. تعالوا بقى نقطع البصل بتاع الطماطم عشان هو اللي نبدا بيه الاول. تعالوا بقى اوريكم الطريقه اللي بقطع بقى البصل، طريقه حلوه قوي. هتجيب البصله روح اقسمها نصين كده، المفروض اقطع يعني على البلانشيتا، بس انا ايه هجيلكوا بس كده قريب. هنقطعها نصين كده ونيجي بقى على البلانشيتا، هنروح بقى ايه جايين عاملين كده خط بالعرض وجايبين عاملين خطوط بالطول كده، بس طبعا ايه سن السكينه دوت ما بيوصلش للاخر عشان البصله تفضل ماسكه نفسها لغايه ما تقطع. عايزين بقى البصل يبقى صغير في الصلصه، ما يكونش باين قوي يعني، متقطع صغير. طبعا مهاراتي في التقطيع مش قد كده، بس ايه يعني الواحد بيحاول، وفي الاخر بقى بتقلب معاك بعشوائيه خالص. طيب خلصنا تقطيع، وتعالوا بقى نعمل الصلصه على البوتاجاز. طيب هنبدا بقى نفتح البوتاجاز. جبنا حله يعني ايه متوسطه كده على قد كميه الصلصه اللي احنا بنعملها يعني. هناخد بقى ايه حته زبده كده، يعني ايه حوالي مش كتير يعني، انا ما بحبش احط كتير يعني، زبده صفراء وحته سمنه بلدي برده معايا. السمنه ساحت من الحر، وبرده ممكن تحط الزيت عادي، بس انا قلت ايه عشان بصور كده فاطلع الحاجه الحلوه النهارده يعني. هنستناها تسيح شويه وبعد كده نحط البصل. جبت بقى العصفوره بتاعتي اللي انا بحب اقلب بيها على طول. مش عارف يعني انا اول مره اشوف الشكل ده من المعالق يعني، بس انا بحب اقلب بيها على طول يعني. طيب السمنه ساحت، هنبدا بقى نحط البصل. نبدا بقى نحط البصل كده واحده واحده. سامعين الصوت؟ لازم ياخد صدمه كده، بحب الحاجه لما تنزل على النار تروح واخده صدمه كده، وبعد كده نبدا نقلب. احط بقى ورقه لورا واحده كده، بتدي ريحه اقوى مع لما بتتقلب مع السمنه. نبدا بقى وراه كده لغايه ما يدبل ايه لونه يحمر كده ويبقى ذهبي. طيب كده بقى شايفين البصل اهو بقى ذهبي وتمام. هنبدا بقى نحط عصير الطماطم. هنجيب بقى المصفى عشان نصفي العصير. نبدا بقى ايه نصفي العصير كده، نبدا بقى ايه نعملها بالمعلقه كده عشان العصير يسخن. طيب كده حطينا بقى العصير الطماطم، نبدا بقى نقلب كده ونعلي عليها النار ونسيبها بقى تتسبك. تعالوا بقى نجهز الفراخ، وتقريبا ديت اكتر مرحله بتاخد وقت. نسيت في اول فيديو اقول لكم ان احنا معانا كيس مكرونه حوالي مش عارف ده نص كيلو ولا كيلو، المهم كيس مكرونه سباكيتي يعني وخلاص. طبعا في الطبيعي انت بتقطع البصل وبعد كده بتحطه على النار، بس هنا بقى ايه هنقطع كل حاجه الاول وبعد كده ننقل على البوتاجاز. مثلا نبدا بالفلفل اي حاجه يعني، هنا بقى ايه اللي هي خضره كده حلوه، نقطعها بقى التقطيع العادي اللي هو قطع صغيره مثلا زي البصل المربعات يعني. في ناس بتعمل الحته دي بايديها، تفضل تنغزها كده وكده وكده، وتروح ايه شايله العصايه ديت فتروح بذر طالع، بس انا بحب اقطعها كده عشان هي لو مش منتظمه طبعا بتطلع كده، تروح ايه مفرغه كده وتطلع معاك ايه البذريه كده. وهكذا بقى كل الفلفل بنفس الطريقه، نروح جايبين الفلفلايه دايسين عليها كده، نبدا ايه نقطعها كده. قطعناها طول بقى هنبدا بقى ايه نقطعها بالعرض، يعني مش صغير قوي ولا كبير قوي، وسط. ونبدا بقى نقطع الكميه كلها بنفس الطريقه كده. طبعا لو عندك اي فلفل ممكن يتحط في الاكله ديت، اخضر احمر اصفر، بس انا قلت يعني ايه اعمل اللي موجود وخلاص. انا عندي شويه كده اخضر على احمر والوان كده غريبه، فقلت احطهم بقى وخلاص. برضه بتقلب معاك بعشوائيه في الاخر يعني. سيبكم من الطريقه اللي انا علمتها لكم ديت، قطعوا باي طريقه، اي طريقه تنفع يعني. المهم يطلع الطعم حلو في الاخر، مش مهم الشكل خالص. واخدين بالكم يعني انا بسبق عشان لو حاجه باظت كده ولا
كده يعني ايه مفيش عتاب يعني في الاخر. الموضوع في الاول وفي الاخر يعني احنا بنهاف فن، الواحد بيتبسط لما بيخش المطبخ، مش شرط يعني الواحد يطلع الحاجه بيرفكت، المهم يكون مبسوط وخلاص. طيب كده قطعنا الفلفل يعني كميه مش كتير قوي، حوالي 3 قرون او 4 قرون يعني متوسطين. تعالوا بقى نقطع البصل، والمره دي بقى هنقطعها اكبر شويه، طبعا بقى هنقطعها بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها. طيب كده قطعنا البصل، شايفين القطع هنا ايه كبيره شويه. تعالوا بقى نقطع الفراخ. طيب جبت بقى السكينه الكبيره بتاعت اللحمه، وهنبدا بقى نقطع صدر الفرخه. يعني شايفين القطعه عامله ازاي، يعني حوالي نص صدر فرخه بالظبط، يعني يجي مثلا ربع كيلو تلت كيلو في الحدود دي. طبعا في الطبيعي في محلات الكشري بيقطعوا قطع كبيره، احنا هنا هنحاول يعني ايه نوازن الموضوع، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، نقطعها ايه شرايح بالطول كده. طيب قطعناها شرايح اهو، وبعد كده بقى نقطعها مكعبات، طبعا هتبقى في الحدود دي، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، يعني انت ايه يبقى الموضوع متوسط كده. طيب كده هنا قطعنا الفراخ اهو مكعبات يعني متوسطه كده. وعايز اقول لكم بقى ان هو مش شرط يعني يكون صدر فراخ، اي فراخ فايضه عندكم، اي ورك، اي حاجه ممكن ينفع عادي في الطريقه دي، مش شرط يعني صدر. طيب كده بقى معانا الفراخ ومعانا الفلفل ومعانا البصل. تعالوا بقى ايه نروح على البوتاجاز نعمل. تعالوا بقى ايه برضو هنولع على النار، وهنجيب بقى ايه حته برضو زبده كده مش كتير، لان هي برضو الفراخ بتبقى فيها دهون، بس انا هحط حته زبده كده عشان اول ما تسقط ما تلزقش في الحل، وبرضو حته سمنه بلدي كده لزوم الطعم. تعالوا بس قبل ما نحط الفراخ نحط البهارات على الصلصه. اول حاجه شويه بصل بودر كده، يعني حوالي نص معلقه من كل حاجه اهو، نص معلقه بصل بودر، وعلى طرف المعلقه كده توم بودر، ومعلقه مليانه كده بابريكا هتدي لون وهتدي طعم برضو في نفس الوقت، وعلى طرف المعلقه كده 7 بهارات بتدي برضو طعم حلو في الاكل، وحوالي ربع معلقه فلفل اسمر، والملح على حسب الطعم، بس انا مبدئيا كده احط معلقه ممسوحه يعني. نديها بقى تقليبه كده. تعالوا بقى نكمل في الفراخ. هنحط الاول البصل عشان هو متقطع كبير فبياخد وقت يعني في السوا، نبدا برضو ايه ننزله كده، وبرضو نفس التركايه بتاعت ورقه اللورا اللي بتدي ريحه حلوه في الاكله يعني. طيب شايفين كده البصل دبل اهو، نبدا بقى نحط الفراخ عشان تبدا تستوي معانا، نبدا بقى ننزل بالفراخ عشان تستوي مع البصل. شايفين بقى اول ما نزلت خدت لون ابيض كده عشان الحله كانت سخنه قوي، فلازم تاخد الصدمه دي. نفضل بقى نقلب فيها كده عشان ما تتحرق، بس لازم تكون النار عاليه عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. طيب هنا شايفين الفراخ ابيضت ازاي. طيب هنبدا بقى نحط التوابل، نفس تقريبا التوابل يعني، برضو نص معلقه بصل بودر، وبرضو رشه توم بودر على طرف المعلقه كده، وبرضو على طرف المعلقه كده 7 بهارات، وبرضو على طرف المعلقه فلفل اسمر. والقرفه ديت اكتر حاجه بحبها في الموضوع، تقريبا القرفه بحطها على اي لحمه اي فراخ بتدي طعم حلو. هنديها ايه بقى حوالي رشه كده او ربع معلقه، يعني من رشه لربع معلقه كده ايه قرفه، بتدي ريحه حلوه وطعم حلو برضه. وطبعا هنحط الملح في الاخر عشان ما ياثرش على السوا بتاعنا. بعد ما حطينا التوابل نبدا بقى ننزل الفلفل، لان هو اقل حاجه بتستوي يعني في الموضوع، ونديها تقليبه برضه. ده بقى شايفين الالوان، ميكس الوان كده خطير خطير خطير، وبصراحه ما تتخيليش الريحه، القرفه هنا عامله ريحه حلوه قوي، ما تقلقوش يعني الموضوع هيبقى عظمه. طيب كده بقى قلبناها، هنوطي عليها بقى ونسيبها ايه تستوي براحتها على نار هاديه ونغطيها. طبعا كده الصلصه اتسبكت. تعالوا بقى نعمل المكرونه، هي تقريبا مش هتاخد من 5 ل 7 دقائق يعني في السوا عقبال ما الفراخ تستوي. طيب جبنا بقى الحله بتاعت المكرونه اللي هنعمل فيها المكرونه، نبدا برضو ايه نولع عليها كده، وتوفيرا للغاز والوقت فسخنت ميه في الكتل واحطها في الحله بقى ايه عشان ما تاخدش وقت في الغلاء، ان هي تغلي ان هي تغلى مثلا ايه. هنحط بقى ايه معلقه ملح كده، وهنحط برضه ايه معلقه زيت كده عشان المكرونه ما تلزقش في بعض. جبنا بقى المقص وهنفتح كيس المكرونه ونبدا بقى ايه نحطها سليمه كده، مش عايزين نكسرها. طبعا مع الوقت بقى ايه بتبدا تنزل كده، وانت ايه بتحاول تنزلها كده عشان تغطس في الميه كلها. تبدا بقى ايه تدوس عليها من النص كده عشان تبدا تنزل. شايفين هنا كل ما بتدوس عليها بتنزل لغايه ما ايه تنزل بقى كلها في الحله. نفتح بقى على الفراخ كده عشان نحط لها الملح، نديها الاول تقليبه كده، ونحط لها برضه حوالي ايه نفس المقدار دوت اللي هو معلقه صغيره كده ايه ممسوح. هنا بقى شايفين الفلفل دبل كده، وتقريبا يعني قدامها دقيقتين او 3 وتستوي. طيب كده بقى خدت دقيقتين 3 كمان، هنبدا بقى نحط عليها تقريبا كبشتين او 3 صلصه كده. انا بصراحه كل ما بفتح الغطا بحب الريحه دي قوي، ريحه القرفه مع الفراخ بصراحه خطير. نبدا بقى ايه نحط كده ايه صلصه على الفراخ عشان تتشرب منها، يعني حوالي 2.5 او 3، لان هو مينلي اصلا الاساس الفراخ مش الصلصه، يعني كده كده لو انت مثلا حطيت الفراخ من غير صلصه هتبقى حلوه برضه. شايفين العظمه، حاجه يا جماعه فوق الوصف والله العظيم، وسهله خالص، وتقريبا ما بتاخدش يعني 10 دقايق او ربع ساعه في العمايل، يعني كلها حاجات بسيطه. طيب كده بقى كل حاجه استوت، هنبدا بقى نصفي المكرونه وبعد كده نغلي. انا بقى ايه ما بحبش اصفي المكرونه في الحوض على طول، فبجيب المصفى كده وتحتها طبق، واروح بقى ايه واخدها كده وحطيتها في المصفى. طيب كده كل حاجه استوت، تعالوا بقى نغرف. وعايز اقول لكم الريحه يعني مش قادر اوصفها، فما بالك بقى ايه ان شاء الله بقى الطعم يطلع حلو. تعالوا بقى اول حاجه نحطها المكرونه، طبعا الطبق الصيني لزوم المنظره وكده اللي ما بيطلعش في اي وقت، يعني ما بيطلعش لاي حد. نبدا بقى نحط المكرونه، بعد كده بقى نبدا نحط الفراخ بالصلصه،
والصلصه بقى اختياري، يعني انت لو عايز تزود الصلصه ممكن تزود من هنا، ولو مش بتحب الصلصه قوي ما تزودش قوي. ايه انا هحط يعني ايه تقريبا معلقه كده. طيب كده عملنا بقى الطبق بتاعنا، حطينا المكرونه وبعد كده الفراخ، بعد كده الصلصه. نبدا بقى ناخد شوكه كده حلوه، نلف كده، بعد كده ناخد حته فراخ. بسم الله. الله بيفكرني بايام مش عايز افتكرها. وانا لو هرجع الجيش هرجع عشان خاطر المكرونه دي بصراحه. يعني انا اول ما اكلتها افتكرت ايام الجيش على طول، والمكرونه اللي انا كنت بجيبها من كشري الجزيره، حاجه فوق العظمه بصراحه. بصراحه الملح مظبوط والطعم بصراحه فوق الوصف. طيب تعالوا بقى ننهي الفيديو وسيبوني بقى ايه مع الحاجه الحلوه ديت لوحدي. بس يا رب يكون عجبكم الفيديو. يعني انا بصراحه التجربه بسطتني، يعني لما الواحد بيدخل المطبخ كده بيكون مبسوط وبيحاول يعمل حاجات حلوه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى، واستنوا فيديوهات من دي كتير. وبس كده، سلام. ما تنسوش اللايك يا جماعه، والله العظيم الواحد بيتعب في المحتوى اللي هو بيقدمه. يعني اقل حاجه انت تعمل لايك وتشترك، ولو قدرت تشير الفيديوهات وكده يبقى كتر خيرك. بس كده، سلام.